لو قلت الرحمن، لو قلت الرحيم، لو قلت الودود، لو قلت الولي والوكيل، ياه الله أكبر، والله العظيم الله أكبر. أنا مرة كنت متضايقة من حاجة جدا، وكان عندي مشكلة في الشغل، والله العظيم إن أنا ما كنت عارفة أحلها إزاي، أو ما كنتش عارفة أكلم مين. بجد والله أنا ما كنت عارفة أكلم مين يساعدني، وكنت في حيرة، والشيطان بيودي ويجيب ويودي ويجيب. طب افرض حصل كذا، لا ده هيحصل كذا، ده هتروحي بكرة هتلاقي الدنيا متلخبطة. لغاية لما قعدت مع نفسي وهديت، حسيت ان انا ازاي انا اعمل كده، ازاي انا افكر في كده. امال فين ربنا من ده كله؟ ده ربنا هو اللي خلقني، بس ربنا هو الوحيد القادر ان هو يخرجني منه، بان هو يكون ولي. قعدت استخرت طبعا علشان اعرف اتصرف ازاي، وقعدت قبل ما انام قلت اسم الله الولي الوكيل، وما بين كل مثلا 20 مرة يا ولي يا وكيل، يا ولي يا وكيل، أنت ولي ووكيلي، أنت ولي وكيلي، اللهم إني وكلتك كل أمري، كل أمري، فأنت خير وكيل، ودبره لي فإني لا أحسن التدبير. الله على الكلام، والله العظيم لو حسيت الكلام زي ما أنا بحسه دلوقتي هتحس كده ان بجد الدنيا دي ولا شيء، ولا شيء، والله العظيم ولا شيء، من غير ستر ربنا ونعمته سبحانه وتعالى علينا، ومن غير وجوده معانا. سبحان الله، يعني ضياع، احساس بالضياع يقابله سبحان الله تاني يوم الصبح احساس كده بالسكينة والطمأنينة، وان لا خلاص انا فوضت امري لله. هعمل ايه تاني غير اني افوض امري لله؟ فوضت امري لله يعني خلاص انا شلت نفسي من الموضوع وحطيت ربنا سبحانه وتعالى. يعني انتوا متخيلين، انا حطيت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحل كل المشاكل، هو اللي هيعمل لي كل اللي انا عاوزاه وكل اللي في دماغي من غير ما انا ادبر، لا هو اللي هيدبر. سبحان الله سبحان الله، والله العظيم نفسي بجد كل الناس تحس بالاحساس اللي انا كنت حاساه لما ذكرت اسم ربنا سبحانه وتعالى الولي والوكيل. إيه فرق شاسع. نفسي لما حد يتحط في مشكلة يفتكر اسماء الله الحسنى، يفتكر حتى يقرأ صفحة من القرآن بتدبر بنية ان ربنا يفك الكرب. نفسي كل الناس تدعي لكل الناس، اللهم فك كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اوعوا تنسوا تدعوا لغيركم، اوعوا تنسوا تدعوا لغيركم، لان الدعوة عمرها سبحان الله عمرها ما هتروح هدر، دي في الاخر بترجع لك انت. لو كل الناس تعرف تقدر وتعرف قيمة اسماء الله الحسنى. اسماء الله الحسنى يا جماعة فيها كنز، كل اسم عبارة عن كنز، كنز محدش يعرفه غير اللي مقدره. بجد انا ما كنتش اعرف القيمة دي غير من فترة قريبة، علشان كده حبيت اقولها لكل الناس، ويا رب يا رب كل الناس تعرف الكنوز والعبر اللي موجودة في اسمائك يا كريم يا رب. اسماء الله الحسنى يا جماعة دي كنوز لا تقدر بثمن. يعني ايه مثلا لما تبقى متضايق ومهموم وحزين وحاسس كده بالضيقة، وحاسس بالقهر مثلا، او حاسس بأي حاجة تضايقك، وتذكر اسم الله الجبار. اسم الله الجبار، عارف يعني لما تتكسر صباعك يتكسر، يعني لا قدر الله، او اي حاجة في اي شخص، يعني
يتكسر ويتجبر، يتجبر بالجبس والجبيرة لغاية لما ترجع زي ما كنت، لغاية لما مثلا يرجع دراعك او صباعك او زي ما كان. عارف يعني ايه اللحظة دي اللي هي بين الكسر وبين اللي هو الجبر النهائي؟ هي دي حلاوة اسم الله الجبار، ان ربنا بيجبرك، بيجبر قلبك من جوه، بيجبر كل ما فيك. والله العظيم انت لو قلت اسم الله الجبار بروحك وبقلبك مثلا مرتين 3 أو 5 أو 10 أو 100 أو 1000، أنا بحب أقوله كتير لو أنا متضايقة أو حاسة بقهر أو حاسة إن عايزة حد يجبرني، عايزة ربنا يجبرني، بقوله 100 200 300 قبل ما انام. بحس ان انا بصحى الصبح تاني يوم ان انا مفيش حاجة بجد زي السحر. بتقول الاسم سبحان الله، بتقوله كده بروحك مش بلسانك، مش بتكرر، هي مش تكرار باللسان ابدا، ولكن تكرار بالقلب، تكرار باللسان وبالقلب. تحس بقلبك تتمتع بمعنى اسم الله الجبار. والله العظيم تتمتع، انت تتمتع باسم الله الجبار. يا رب يا جبار، يا جبار يا رب، يا جبار يا جبار، اجبر قلوبنا يا رب. اللهم فك كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اسم الله الجبار ده زيه زي كل اسماء الله الحسنى، كلها بتجبر بخاطرك، والله العظيم كلها بتجبر بخاطرك. سواء قلت الجبار، قلت الفتاح، قلت الرزاق، قلت السلام، لو انت مش حاسس بسلام ولا هدوء نفسي ولا سكينة ولا طمأنينة، اسم الله السلام ده فيه شفاء للقلب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.